تخيل أن إيران فجأة يظهر أنها تمتلك سلاحاً نووياً وتستخدمه ضد إسرائيل، وفي ظل تصاعد التوترات تلوح إيران أيضاً باستهداف مفاعل ديمونة النووي الواقع في قلب صحراء النقب. هذا المفاعل يقع داخل منشآت مرتبطة ببرنامج نووي يعتقد أنه يستخدم البلوتونيوم في تصنيع الرؤوس النووية، ويعتقد أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية غير معلنة قد تضم بين 80 و100 رأس نووي. إذا حدث هذا السيناريو فإن العالم قد يشهد واحدة من أخطر لحظات التصعيد العسكري في العصر الحديث، وفي لحظة واحدة قد تتراوح قوة الانفجار بين بضع مئات إلى عدة مئات من الكيلوطن، وهو مستوى قد يكون أكبر من القنبلة التي أسقطت على مدينة هيروشيما بعدة مرات. وفي لحظة واحدة تتحول المنطقة القريبة من مركز الانفجار إلى دمار شديد. منطقة الاحتراق الكامل قد تمتد إلى نحو كيلومتر واحد في هذه الدائرة، فتختفي أحياء كاملة تقريبا. الفولاذ قد يذوب من شدة الحرارة. بعد الانفجار مباشرة تندفع موجة صدمة قوية تنتشر بسرعة هائلة مسببة دماراً واسعاً في المناطق القريبة. لكن الكارثة لا تتوقف عند حدود الانفجار، وقد يتسبب الغبار المشع في تلوث بيئي قد يؤثر على أجزاء من المنطقة المحيطة مثل بعض مناطق العراق أو الأردن أو أجزاء من الخليج.